هتكلم النهاردة عن اللي حصل في برنامج أمير الشعراء واللي بيعرض على قناة أبو ظبي مع الشاعر عبد السلام أبو حجر، وهو شاعر ليبي ألقى قصيدة في التصفيات يقول فيها: لأني كرهت الآن والآن ضيق، يحاصرني ما بعده فهو أضيق، ويشغلني عن لحظتي أن لحظتي سراب، وما في لحظتي ما يصدق، ويعجبني في الذكريات سخاؤها إذا شحت الأوقات في الذهن تغدق. يحكم هذه المسابقة أساتذة كبار هم الدكتور علي بن تميم، الدكتورة أماني فؤاد، والدكتور محمد حجو. الدكتور علي بن تميم يتعجب من ضم الهمزة في كلمة سخاؤها، ويعجبني في الذكريات سخاؤها، ويتساءل لماذا سخاؤها. ويعجبني في الذكريات سخاؤها. لماذا سخاء؟ فيجيب الشاعر قائلا: لأن الذكرى نحبها. يعني إعرابيا أقصد. يعجبني في الذكريات سخاءها. السخاء فاعل. السخاء هو الذي يعجب، أنا المفعول به، يا المتكلم هنا مفعول به، أنا المعجب وهي المعجبة. كيف يعني؟ سخاء الذكريات. أنت الذي أعجبت بالسخاء. نعم، يعجبني، لا أعجبت هذا مبني للمجهول، لكن أعجبني سخاء الذكريات، فعل ومفعول به مقدم ثم فاعل. فيصفه الدكتور علي بن تميم بأنه عجيب. أنت عجيب. ويتبادل أعضاء اللجنة الضحك. هو عجيب ويجيب لكن أعجبني سخاء. لا تكون فاعلا مطلقا. ما رأيك؟ ويطلب علي بن تميم من الشاعر أن يخرج ليتأكد من إعرابها ويرجع ليعترف. هم أجازوا النص لكنهم أخذوا عليه كلمة سخاؤها. بعد ذلك تخرج وترجع تفكر وترجع وتعترف. فيقول الدكتور محمد حجو واصفا الشاعر بتهكم بأنه عجيب ويجيب، اللي هو ازاي انت بتبرر، انت اعترف أنك أخطأت واسكت. وتزيد الطين بلة الدكتورة أماني فؤاد بقولها سخائها بكسر الهمزة. وأنا أوجزها مع اتفاقي مع دكتور علي في إن هي وسخائها. سخائها. غلطتنا كمان. شكرا لكم، شكرا. هو يريد، هو يعجب بالسخاء والسخاء يعجب فيه في الوقت نفسه، ولذا القصيدة مجازة بالإجماع. ننتظرك. ها بس نبههم انك وصلت للحل وتدخل إن شاء الله. الاعتراض هنا ليس على الخطأ نفسه، فكلنا يخطئ ويصيب، ولكن عنادهم وإصرارهم هو الكارثة. مما لا شك فيه أن البرنامج مسجل، وهذا دليل على أنهم لم يراجعوا أنفسهم، لأنه إذا كان حدث ذلك فلن تتم إذاعة هذا الكلام أو كان تم تعديله. مبرر ابن تميم بأنه اختبار قوة أعصاب كان من الممكن أن يقبل إذا تراجع عن كلامه وأخبر الشاعر بذلك، لكنه مبرر غير مقبول. الفاعل والمفعول من أبجديات النحو، يتقدم المفعول على الفاعل في حالات كثيرة، كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي القرآن آيات كثيرة ذكرت فيها كلمة أعجب أو يعجب: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. تعلمنا أن الفاعل هو الذي يقوم بفعل الشيء، يعني هو اللي بيعمل الحاجة دي، هو اللي بيؤثر في المفعول، والمفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، هو الحاجة اللي اتعملت. فنقول مثلا: حدثني أبي، الذي حدث هو أبي، إذن أبي هو الفاعل. نصحني المعلم، الذي نصح هو المعلم، إذن المعلم فاعل.
أعطاني أخي هدية. الذي أعطى أخي، إذن أخي فاعل. والأمثلة كثيرة جدا. تعلمنا أيضا أن من ضمائر النصب ياء المتكلم، وتعرب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.